الاهلي يكسب سموحه 2-1 في ماتش حماسي من الفرقتين. كلمه السر اللعيبه اللي بتلعب بروح عشان خاطر التيشيرت مش عشان خاطر حاجه تاني. الاهلي نزل ضاغط اول الماتش. في الدقيقه 24 الاهلي اتقدم 1-0 عن طريق تريزيجيه. هو بيلعب بدماغه حلوه قوي، وعرضيه كانت احسن من زيزو، كانت من ركنيه بعد ضغط من الاهلي، وكان في كثافه عدديه قدام. في الدقيقه 29 في كوره غريبه قوي الصراحه، خبطت في محمد شريف وعمل باكورد، بس هي خبطت في دماغه. الكرة دي ضحكت القهوة كلها. الأهلي هدي جامد قوي بعد ما جاب الجول في آخر الشوط الأول، في ظل عدم وضوح وعدم أداء وعدم شكل، ولا منه بيدافع ولا منه بيهاجم. صامويل أمادي لعيب سموحة جاب جون ارتو حلو قوي. الكرة ما تصدش الصراحة، بس الجون حلو قوي، يعني بالنسبة لي أحسن جون في الأسبوع. لعيبة الأهلي كان لازم تفوق الشوط التاني عشان هما لعبوا أول ربع ساعة بس. العمري ضعيف قوي في الدفاع، لو حد ركز معاه يلاقيه بيقف غلط، والصراحة هو هجوميا مش واضح قوي. بس لازم الشوط التاني اللعيبة تنزل بطريقة مختلفة. في هجمة خطيرة قوي الدقيقة 52 لسموحة، شوبير خرج عليها غلط خالص وكان هيدخل الجون بسببه. مروان عطية يا جدعان شقيان في الملعب كله، يعني هو بيغطي كل حتة في الملعب. لعيب عاقل وهادي قوي الصراحة. لعيب أمادي بتاع سموحة ده لعيب حريف قوي ولعيب كورة. زيزو في قلب الملعب، انا شايف النهارده ان هي كانت اكبر غلطه هو عملها، عشان اصلا في ظل ان هو في مكانه واداؤه وحش الفتره الاخيره دي، بلاش تلعب كتير قوي في المركز بتاعه. حسين الشحات ومروان عطيه كانوا احسن اتنين النهارده من الاهلي. لعيبه بتلعب بروح وعارفه يعني ايه ان هي بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي. تريزيجيه اختفى الماتش كله من بعد ما جاب الجول. سموحه الصراحه رجعت جامد قوي من الدقيقه 60، يعني سموحه من الدقيقه 60 ما طلعتش من ال 18 بتاعها، وكانت كل كرة بتجيلها كانوا بيشتتوها قدام. الاهلي ماسك الكرة بس كان من غير هجمات خطيرة. الصراحة محمود ناجي حكم الماتش النهارده عمل ماتش كبير قوي، وحكم هادي يعني اعصابه هادية. في الدقيقة 92 طاهر محمد طاهر يجيب الجون التاني للاهلي من عرضية لهاني برضه على البعيدة، وطاهر يجيبها نفس الفكرة اللي هي بتاعت هاني وتريزيجيه. انا مش عارف الصراحة هم متدربين عليها ولا ديت حاجة فردية من اللعيبة. مكسب مهم قوي للاهلي النهارده، بس الاداء مش مقنع قوي. بس الماتشات دي بتتخطف وبتجري على طول. جمهور الاهلي مبطلش تشجيع حرفيا. اللعيبه اللي جابت الماتش هي اللعيبه اللي كانت بتجيب البطولات، بس هويه الاهلي ضاعت مع المدرب ده. اول مره يكون ماتش سموحه مع اقرب كده، واول مره اشوف الفرحه الكبيره دي بعد ماتش لسموحه. بس هو زي ما قلنا المكسب مهم، ولازم يستر يراجع اوراقه ويبدا يلعب اللعيبه اللي بتموت نفسها عشان خاطر النادي. مفيش لعب في الملعب كده كده مش هيخسر حاجه. وانا الصراحه شايف ان اللعيبه كلها شبه بعض، هي اللي بتفرق حته الروح دي. بالنسبه لكم مين كان احسن واحد في الماتش النهارده؟ انا بالنسبه لي مروان عطيه وامادي بتاع سموحه. مبروك لجمهور الاهلي العظيم المكسب ده، والمكسب ده مهم قوي في الامطار الاخيره دي.